السلام عليكم يا مساء المعدس، بس مو معدس بروحه. اليوم غيرنا وقررنا نكسر القاعدة. في أغراض وفي أغراض وفي أغراض، بس للحين تونا شوية ونرجع. اليوم قررنا نجرب سمك التونة. طبعا التونة احنا يمكن ما نستخدمها، مع ان صحية، والأوميجا اللي فيها الأوميجا 3 وايد عالي. حطيت هني بصل شرايح من غير ولا شيء لحد الحين، وعندي ثوم. ما راح احط الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب راح انزل عليه كمون، كزبرة، ملح، كركم، زنجبيل، فلفل احمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وملح طبعا. يلا يا ملح انزل. ملح مرة ينزل عشان اشوف شوية رطوبة. اوكي، راح اخلط هذا كله واخذ نصه احطه مع حلقات البصل، راح احط معاها حلقات طماط، بالاضافه هنا راح احط هنا شويه زيت زيتون وشويه ليمون. نصه هي زي البطاطا، انا احب احط البطاط مع السمك. حطيت هني البهارات كلها وحطيت معها شويه ليمون، وهني حطيت مثل ما قلنا بصل وشرايح طماط، شرايح بطاط. زين. واللي اذكر كان من قبل لما كان عندي فلفل بارد وايد الاحمر، كنت انا مسويه منه هريسه ومجموعه شويه منه، خزنته بالفريزر عشان اقدر اني انا استخدمه. وفعلا يا الوقت الحين نجهز الخلطه ونشوف خلطه التونه شنو راح تطلع معانا، والله يستر. حاليا هذه الخلطه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي قلنا كمون وكزبرة وفلفل أحمر وملح وشوية زنجبيل وشوية كركم مع زيت زيتون وشوية ليمون وملح. أول شي راح أسوي شوية مساج حق السمك، والباقي راح أحطه بالخلطة هذه. راح أستخدم شوية بعد خضرة، أنا عندي الخضرة دائما تكون جاهزة نجمدها عشان ما تخرب. والحين نعطيه المعدس وإن شاء الله أمورنا طيبة. راح نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحط على كل واحدة شوية من قدام واقلبها بعد. نشوف شو راح نسوي. الخلطة راح ابتدي ان انا انزله هني. ما راح اسوي له بسم الله الرحمن الرحيم مساج. انا احب استخدم ايدي صراحة، معلش اللي يزعل يقول له والله العظيم غسلتها. كذي انا حركتهم كلها تمام، وتأكدت ان الكل خذ الملح والبهارات وكلها. ابتدي ان انا اصف عاد المزيونات اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. الحين راح نضبطهم واغطيهم بالقصدير واحطهم بالفرن ساعة الا ربع. حفناها تلحيفة سنعة والحين على الفرن. طبعا انا اليوم لما رحت السوق بالصدفة لقيت ان احنا ما ناخذ غير انواع معينة من السمك، بينما اللي قاعد يقولون في وايد اشياء ثانية ممكن احنا نجربها. اوكي خلينا نجرب. اولا تجربة جديدة، ثانيا حتى السعر فرق يعني وايد كبير. الحين ما ندري شنو النتيجة، بس خلينا نشوف.